لو هتدور على البطل الحقيقي في الزمالك فهو الجمهور بس هو اللي ليه الفضل في وضع الزمالك في المربع الذهبي بصفة عامة وفي المركز الثالث بصفة خاصة. ليه ده بيحصل؟ لأن الزمالك من غير جمهوره، وفي المباراة الوحيدة اللي جمهوره ما كانش عايزها وكان أقرب إلى الرغبة في الهزيمة منها الرغبة في التعادل أو الفوز، هي مباراة بيراميدز. فالفريق قدام بيراميدز افتقد العنصر الوحيد اللي بيحفزه للتعادل أو الفوز أو عدم الخسارة. فايه اللي حصل؟ حصل اللي شفناه. حصل ان احنا شفنا فريق لا يمتلك اي قدره على الوصول لمرمى الخصم. انا مش عايز اقول لك بقى انه يكسب، لا لا لا، ان هو يروح بهجمه منظمه او يروح بهجمه خطيره او يبقى قريب من التسجيل. ده ما حصلش خالص خالص في مباراه الزمالك وبيراميدز. وده مش لان الزمالك مفوت، لا، ده لان الزمالك افتقد رغبه جمهوره في الفوز.